بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نستغفره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم لقاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فلعلنا قد استوعبنا دروس الحلقة السابقة الثلاثة التي جاءت لبيان كيفية الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبقدرته المطلقة وبخلقه الموت والحياة وبقدرته على تعليم الإنسان ما هو بحاجة إلى تعلمه لكي يصل من خلال ذلك إلى الإيمان المطلق بوجود الله وبحياته وبقيوميته وبقدرته المطلقة سبحانه وتعالى. وينتقل بنا السياق كما قلت في الآية التي سبقت آية الكرسي: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وإذا أردنا أن نرجع أكثر في آيات السورة: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو إلى غير ذلك، نجد الآن تفاصيل عملية الإنفاق. فما أجمل هناك وهيئت أذهاننا وعقولنا وقلوبنا لقبوله ولممارسته يأتي هنا مفصلا. فيضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا، وهذا أقوى بكثير من أن يقول افعلوا واتركوا. يأتيك بالأمر على صيغة مثال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، لا في سبيل الطاغوت ولا في سبيل الشيطان ولا في سبيل الغواية، ولكن في سبيل الله، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. يفترض الفلاحون يعرفون أنك إذا ألقيت حبة أنبتت سنبلة، ولكن هذه الحبة تنبت أول ما تنبت 7 سنابل، وليست سنابل عادية فيها 20 حبة أو 10 أو 15 أو 30، لا، في كل سنبلة 100 حبة، فالحبة أصبحت 700. والله يضاعف لمن يشاء، فتصبح 700 1300 2000 3000 10000 إلى آخره. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فإذا لا تستصغر شيئا من الصدقة في سبيل الله، ولا تستصغر شيئا من النفقة تنفقها في سبيل الله. وسبيل الله كما قلت أكثر من مرة أمر واسع يشمل كل أنواع البر وكل أنواع الخير. فما تنفقه على نفسك غير بطر ولا أشر في سبيل الله، ما تنفقه على عيالك وزوجك حتى اللقمة يضعها أحدكم في زوجته له فيها أجر، فذلك في سبيل الله. ما تنفقه على أولادك وأهلك في سبيل الله، ما تنفقه على الفقراء في سبيل الله، ما تنفقه على نصرة الدعوة في سبيل الله، ما تنفقه لإعلاء كلمة الله في سبيل الله،
ما تنفقه لتعليم العلم وإشاعة المعرفة وطباعة الكتب المفيدة النافعة، كل ذلك يندرج في سبيل الله. فأية نفقة لا تستصغرها، إن تكن حبة واحدة فيمكن أن تنبت 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. إذن لا تستصغر من المعروف شيئا، أي شيء تستطيع أن تفعله افعله، لا تتردد، لا تقل هذا قليل، لا تقول ماذا ينفع، ماذا يفيد، لا، اعمل، افعل، حاول. ثم يأتي فيقول بعد أن ضرب المثل وهيأ الذهن وأخرجك من التفكير بموضوع القلة والكثرة فيما تنفق، وأرسى دعائم الرغبة في الإنفاق في نفسك وعقلك وقلبك، جاء ليقول لك: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. هناك شروط لكي تكون في سبيل الله فعلا، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. أنا أعطيتك، أنا عملت لك، أنت كنت فقيرا لا تملك شيء، وأنا الذي جعلت منك كذا ومنحتك كذا، هذا لا ينفع. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، لا في سبيل الطاغوت ولا في سبيل الطغيان ولا في ليقال فعل، ولا ليقال إنه كريم، ولا ليقال إنه محسن متطوع إلى آخره، ولكن في سبيل الله وحده، مع النية الحسنة الخالصة لله تبارك وتعالى. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا. المن أن تقول للإنسان: أعطيتك ومنحتك وتفضلت عليك وعملت من أجلك، هذا من. ولا أذى، يعني تجعل من إعطائك أو إنفاقك أو صدقتك وسيلة للاستعلاء على من تصدقت عليه، أنه تريد أن تشعره دائما أنه دونك، وأنك أعلى منه، وأن يدك الأعلى، وأنك متفضل عليه إلى آخر ذلك. هذا ممنوع. لماذا؟ لأنك أنت لا تنفق من مالك أصلا، الله هو المعطي لك، هو المانح. أنت تتصدق من مال الله الذي آتاك والذي أعطاك، فليس من العدل. الله لا يؤذيك وهو يعطيك ويذكرك بنعمته من أجل أن تعبده وأن تحرر وجدانك وعقلك ونفسك وقلبك وجوارحك من الخضوع لغير الله، ولكن لا ليمتن عليك ولا ليذلك ولا ليهينك ولا ليشغل فكرك ولا ليبين لك أنك الأدنى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون، بعد أن ينفقوا مباشرة لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا لم يبين لنا ما هو الأجر وما قيمته، لأنه أكبر من أن يبين أو يحدد برقم أو عدد أو كيفية. يعني المثل الذي ضربه من 7 سنابل إلى 700 حبة إلى يضاعف لمن يشاء يكفي لأن يكون حاضرا في الذهن عندما يتذكر المحسن ثواب الله له. لهم أجرهم عند ربهم الذي لا يوزن ولا يقاس، ولا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ففي الدنيا لا يخشون فقرا لأن الله سيعوض، وما من صدقة يتصدق العبد بها إلا والله يعوضها له في الدنيا ويعوضها له
في الآخرة إن استحضر الله تبارك وتعالى وأخلص نيته له، وأنه إنما يتصدق لوجهه وفي سبيله. ثم ينتقل السياق ليقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني أحيانا إذا شعرت أنك لست مستطيعا بأن تتصدق، أو إذا تصدقت فأيضا ستتبع صدقتك بالمن والأذى، فاعلم أن القول الحسن، الكلمة الطيبة تقولها لقاصدك يطلب منك خيرا أو زكاة أو إحسانا أو صدقة أو مساعدة، أن تقول له قولا سديد، قولا كريم لا يجرح كرامته ولا يؤذي نفسيته ولا يدفعه إلى نوع من الحقد عليك أو النقمة عليك. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أفضل لك من أن تعطيه مالا ثم تتبع تلك الصدقة بالأذى وبالمن وبالاستعلاء عليه. والله غني حليم. الله الذي أغناك يمكن أن يغنيه عنك. عليك أن تشكر الله أن جعل يدك عليا. عليك أن إذا جاءك المحتاج فاستشعر نعمة الله عليك، أنه جعلك تقصد ولا تقصد، جعل الآخرين يطلبون منك ولا تطلب. تلك نعمة كبرى من الله تبارك وتعالى عليك. يا أيها الذين آمنوا، النداء للمؤمنين مرة أخرى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لم يقل لا تفسدوا، ولكنه قال لا تبطلوا، والإبطال هو إتلاف الشيء وإهلاكه، وأن لا يبقى منه شيء على الإطلاق. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قبل الفاصل كنا قد شرعنا في تدبر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ونبهنا إلى أن الله تبارك وتعالى لم يقل لا تفسدوا، لأن الإفساد ممكن أن يبقي على أصل الشيء ولكن يكون فاسدا. ولكن هنا يريد الله أن يؤدبنا وينبهنا ويعلمنا بأن المن والأذى إبطال، كأن الصدقة لم تحدث أصلا، فتكون خسرت مالك وخسرت ثوابك وخسرت الفقير وقلبه وعاطفته ودعاءه المخلص لك، فخسارتك كبيرة جدا. ولذلك استخدم لا تبطلوا بدلا من لا تفسدوا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ويضرب مثلا كالذي ينفق ماله رئاء الناس. واحد يذهب إلى مكان ويقدم تبرعا كبير، ويطلب منهم أن يحضروا كل أجهزة الإعلام والصحافة ليعلن أن المحسن الكبير قد قدم كذا وكذا وكذا. هذه يقول علماؤنا بأنه إذا ظن الناس بالمال على المشاريع العامة، المشاريع التي تهم الناس،
الشعب الدولة، فيستحسن أن يقوم المتصدقون والمزكون والمتبرعون والمنفقون في سبيل الله بأن يفعلوا ذلك علنا ليكونوا قدوة لغيرهم في عمليات التبرع، ولكن عليهم أن يحذروا أن يداخل ضمائرهم ونواياهم الرياء، يعني أن يعطي ليري الناس أنه كريم، لأن الإنسان الذي يعطي لا لوجه الله وإنما ليقال عنه إنه كريم، إنه معطاء، إنه كذا، فإن الله تبارك وتعالى يوم القيامة سيقول له عندما يأتي ويقول: يا رب لقد تصدقت في سبيلك، لقد جاهدت في سبيلك، لقد صليت، لقد أعطيت، لقد أنفقت، لقد تبرعت، فيقول له: إنك قد فعلت ذلك لا لوجهي ولا في سبيلي، وإنما فعلته ليقال عنك إنك كريم، وقد قيل وذلك جزاؤك. يعني أنت قصدت وجه الناس لا وجه الله، وسبيل الناس لا سبيل الله، وأردت أن يقال عنك إنك كريم، وقد قال الناس، كتبت الصحافة والإعلام أنه المحسن الكبير عمل وفعل، فأخذت أجرك. فلا تستطيع أن تأتي يوم القيامة وتقول: يا رب أجرني وأثبني واعطني ومن علي وامنحني، فقد فعلت وفعلت وفعلت، لأنه يقول لك: قد يجاهد الإنسان ويستشهد ويموت في سبيل الله، ويذهب ويقول: يا رب قد جاهدت وقتلت في سبيلك، فيقول الله له: لقد قاتلت ليقال إنك شجاع، وقد قيل، أخذت ثوابك. الله عادل، أنت أردت أن يقال عنك وقد قيل، فلم يعد لك شيء عند الله. وهذا المتصدق أنفق ماله ليقال إنه كريم، فإذا لم يعد لديه شيء عند الله تبارك وتعالى يستطيع أن يقول له: يا رب اعطني. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. والرياء نعوذ بالله، الرياء داء قاتل، هو إشراك بالله. ولذلك حمل بعض المفسرين قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أنها قضية المرائي، يذهب إلى الصلاة يرائي الناس، يعمل لنفسه، بعضهم حتى يستخدم يعني وسائل لكي تظهر سيم الصلاة على جبهته، فقد يصلي على حجر، وقد يستخدم شيئا ما لكي يقال والله زبيبة الصلاة بين عينيه أو على جبهته، أو الذي يقصد وجه الناس ويقصد الرياء كالقابض على الريح. هل يستطيع الإنسان أن يمسك بريح بهواء؟ لا، لن يستطيع. وهكذا سواء كانت صدقة أو جهاد أو دعوة أو قتال أو أي عمل، صلاة، صيام، غيره، إذا قصد به غير وجه الله وقصد به مراءاة الناس فإنه قد أبطل عمله وقد أضاعه وليس له منه شيء. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، ويربط بين الرياء وعدم الإيمان بالله والعياذ به سبحانه، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب. صفوان يعني صخر من الصفات، صفوان عليه تراب، يعني هذا العمل الصالح أو الشيء الذي يعمله كأنه غبار لا قيمة له، يسقط على صفوان، على صخرة. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، جاء مطر شديد غزير أزال التراب ولم يبق منه شيء فتركه صلدا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، كما لا تستطيع أن تقبض على الريح، والله لا يهدي القوم الكافرين.
كأنه يريد هنا جل شأنه أولئك المنافقين الذين كانوا يأتون ويحاولون أن يقنعوا رسول الله أو المؤمنين أو الجميع، يقنعوهم جميعا بأنهم مخلصون، فقد يقومون ببعض أعمال البر رئاء الناس لكي يراهم الناس ولكي يرضوا عنهم. يرضونكم بأفواههم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا صادقين. لو كانوا صادقين في إيمانهم فعليهم أن يسعوا لإرضاء الله لا لإرضاء الناس. ومثل الذين ينفقون أموالهم، شوفوا الصورة المختلفة هنا، الصورة ساطعة ناصعة مشرقة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يريدون رضاء الله فقط، ولا يهمهم أن يقول الناس عنهم كرماء أو لا يقولون، وتثبيتا من أنفسهم لإيمانهم وليقينهم بالله سبحانه وتعالى، كمثل جنة بربوة، بستان في مكان مرتفع أصابها وابل، يأتي المطر فتأخذ منه ما هي بحاجة إليه، تنزل المياه الباقية فتطهر التربة وتنقيها من الأملاح وتصفيها من الشوائب. جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها، مثل هذا النوع من الجنة تؤتي أكلها ضعفين، أضعاف مضاعفة، فآتت أكلها ضعفين. فإن لم يصبها وابل، إذا لم ينزل عليها المطر، فيكفيها الطل الذي يأتي في الليل وعند الصباح، فذلك الطل كاف لجعلها خضرة نضرة غزيرة الإنتاج في كل وقت، لأنها يعني جميع ما تحتاجه لتكون جنة بالمعنى الكامل بالمعنى التام قد أحيطت به من الأرض والماء والهواء والمكان المرتفع وما إلى ذلك. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها، أي إنتاجها الوفير، ضعفين مرتين. فإن لم يصبها وابل، إذا لم يأتي المطر الغزير، فيكفيها الطل الذي يحدث، الندى الذي يصيبها فينعشها. والله بما تعملون بصير، يسمع ويرى ويعلم ويتابع ما تعملون. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. الصورة متحركة مليئة بالشخوص، مليئة بالأشكال. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يريد أن يقبح في أنظارنا وفي قلوبنا ويغرس في ضمائرنا ضرورة تجنب المن والأذى بكل أشكالهما، فيرسم لنا هذه الصورة، صورة متحركة مليئة بالظلال. أيود أحدكم، هل يحب أي منكم أن تكون له جنة، بستان واسع من نخيل وأعناب، وهي أهم الثمرات الباقية، فالأعناب تدخر وتعمل زبيب، والنخيل أيضا تدخر، فهي طعام العام تقريبا، طعام السنة. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها مع النخيل والأعناب له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، تقدمت به السن، لم يعد يستطيع رعايتها، ولم يعد يستطيع أن يستفيد بها بالقدر الذي كان يفعل
وهو في عز شبابه وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، له أبناء وبنات ما يزالون صغار أو فيهم صغار وفيهم مرضى، المهم وصفوا جميعا بأنهم ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فهذا أيضا مثل آخر يضربه الله تبارك وتعالى ليقتلع من نفوسنا وقلوبنا أي استعداد للمن والأذى على من نقدم له صدقة أو نسدي له معروفا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.